مستمرين معاكم في متابعة المسلسل السوري اللبناني الخائن. بس قبل ما ابدأ معاكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب واشتراك في القناة لو مش مشتركين. يلا بينا نشوف الأحداث الجديدة. هي بدأت تقنع يزن إنه ينام عندهم الليلة، وفعلا يزن قال لسيف إنه هينام في بيت أبوه، وبعت رسالة لأسيل قال لها إن أنا هنام عند بابا. أسيل اتضايقت كتير. سيف دخل الأوضة بعد شوية، شاف تيا نايمة على السرير. قرر إنه يخرج ويكلم أسيل علشان يطمنها على يزن. لا أنا آسف إن أنا ما قدرتش أوفي بوعدي وأجيب يزن زي ما قلتلك، بس وعد مني إن أنا هجيبهولك بكرة. قالت له دي مش المرة الأولى اللي ما توفيش بوعدك أصلا. قال لها المرة دي هوفي بوعدي، الصبح هيكون عندك يا أسيل. أول ما صحيت أسيل قررت إنها تجهز الفطار اللي بيحبه يزن وسيف كمان. اتفاجئت لما الباب خبط إن اللي جاية تيا ومعاها يزن. قالت لها إن يزن قرر يعيش عندنا على طول، وكمان جاي ياخد هدومه كلها، وأنا جيت علشان أساعده. بعد اللي حصل ده ب20 يوم الشرطة كانت بتفتش بيت سيف. شافوا مذكرات تيا وهي كاتبة إن دايما أسيل في حياتنا، وإنها تعيسة جدا مع سيف من يوم ما رجعت من أمريكا، لأن سيف بقى شخص تاني وبقى يخوفها جدا. في الغالب إن يزن ممكن يكون أذى أخته زينة. نرجع لأحداث نفس اليوم لما خبطت تيا هي ويزن وقالت لها إنه جاي يلم هدومه. طبعا أسيل اتصدمت. مانا في صباح اليوم ده بعتت رسالة لسيف وطلبت منه إنه يجي علشان تتكلم معاه في موضوع ضروري، وسيف قال لها أنا جاي على طول. مانا قالت لسيف إن سالم بدأ يدور وراك، وإن هو السبب في الأخبار المنتشرة عنك دي، وإن أنت بتشتغل في المشروع ده، والمشروع ده مش خاص بيك. حتى جاب كل أحداث العمل هناك وعارف مين الفريق اللي شغال معاك. يعني سالم بيدور ورايا وقرر إنه يدمر سمعتي بأي كلام. رجع قال لها انتوا كنتوا عند أسيل امبارح. قالت له فعلا كانت حالتها صعبة جدا، مش قادرة أوصف اللي عملته كله من وقتها لحد دلوقتي. المهم سالم مش ناوي يسكت وهيفضل وراك. أنا قلت أقولك. قال لها شكرا ليكي إنك قلتيلي. قالت له أصلا يا سيف أنا ما كنتش هرتاح إلا لما أتكلم معاك. نورة بتقول لتيا في التليفون أتمنى إن الولد ده يخف ويبقى بخير، وأهم حاجة يبعد عن أسيل. دكتور زياد قابل سيف قال له أنت ناوي تتبرع للمستشفى إمتى؟ عايزين نتكلم في التفاصيل. حتى أنا شفت مسيو عماد قاعد مع دكتور أيمن من فترة قريبة. بعدها سيف على طول استغرب وقرر إنه يروح يقابل دكتور أيمن بنفسه. تيا راحت ليزن قالت له كنان عاوز يعتذر لك. قال لها لو أمي ما جابتش الصندوق ما كانش الموضوع اتكشف قدام المدرسة كلها ولا كبر. قالت له أنا أختك هنا ولازم أساعدك وهكون دايما جنبك، ثق فيا. سيف قرر يقتحم مكتب الدكتور أيمن ودخل بدون استئذان. بدأ يسقف له ويقول له برافو عليك. قال له اتفضل اخرج بره. قال له ايه اللي بينك وبين حماية؟ قال له اتكلم بأسلوب أفضل من كده. قال له كنتوا قاعدين بتتكلموا في ايه؟ قال له أكيد بنتكلم عن أسيل. قال له وانت مالك ومال أسيل؟ قال له أسيل ما تعنيش ليك انت حاجة دلوقتي. قال له أسيل دي تبقى أم ابني وخلي ده في دماغك. جاوب بسرعة، انت كنت بتتكلم معاه في ايه؟ قال له لو ده هيريحك أنا هقولك. كان عاوز يعرف علاقتك بأسيل. قال له انت تعرف ايه اللي بيني وبين أسيل؟ قال له ممكن تسأل حماك بنفسك. مشي سيف وهو متعصب كتير. وصل سيف بيته وبعدين سأل رنا تيا فين؟ قالت له تيا خرجت هي ويزن، راحوا علشان ياخدوا لبس يزن من البيت عند الدكتورة أسيل. أسيل طبعا لما شافت تيا على الباب هي ويزن قالت لها انتي مالكيش دعوة بالموضوع ده، يزن ده ابني. قالت لها يزن قرر يعيش معانا. ودخل اوضته على طول يزن وهو بيبص في عين امه. أسيل بتقول لها ما تنسيش ان وصاية يزن معايا. قالت لها ممكن تتكلمي معاه، اتفضلي هو قدامك. بس ما تنسيش يا أسيل ان هو هيكرهك اكتر ما هو بيكرهك دلوقتي.
قالت لها اخرجي من بيتي وإلا هطلب الشرطة. قالت لها أنا جيت هنا علشان أساعد يزن. سيف بيحاول يتصل بتيا لكن ما بتردش. أسيل قالت لها أنت مالكيش إنك تتكلمي مع ابني أو عنه أصلا. قالت لها ده مش من حقك لوحدك، يزن سيف كمان باباه ومن حقنا إن احنا ناخده منك. تيا بتقول ليزن هيعيش معانا. سيف وصل عند أسيل، سأل تيا ايه اللي بيحصل. قالت له أسيل اتفضل خد مراتك واخرج من هنا بدل ما اجيب الشرطة. وبعدين سيف بيبص لها ويقول لها كان المفروض قبل ما تيجي انت ويزن هنا تقولي لي. قالت له يزن هو اللي أصر إن أنا أجي معاه. بعدها على طول يزن بيقول له أيوة يا بابا أنا اللي قلت لأختي تيا تيجي معايا هنا. سيل بتشد في يزن وتقول له لازم نتكلم أرجوك تستنى أنا عاوزة مصلحتك. قال له أمك عندها حق، لازم تتكلم، لازم نقعد احنا التلاتة ونتكلم مع بعض في الموضوع. خرج وقال لهم أنا مش عايز أتكلم في أي حاجة. تيا راحت وراه. سيف بيقول لأسيل أنا ما كانش عندي علم باللي بيحصل. لما خرج سيف شاف نادين بره وبصلها إنها تروح تشوف أسيل، وفعلا دخلت على طول لقيتها بتعيط. قالت لها يزن مشي مع أبوه. نورة كانت مبسوطة كتير إن بنتها أخدت يزن. اتصلت بعماد وقالت له اللي حصل. قال لها برافو عليه إنه أخد منها وصاية الولد، أنا اللي اقترحت عليه كده. كنان اقترحت في الوقت ده إنه لازم يعتذر ليزن. أسيل بتقول لنادين ابني غلط، كنت المفروض أعمل إيه؟ قالت لها أسيل بلاش تعاقبي نفسك، أنت ما غلطتيش، روحي وخديه بالشرطة. قالت لها يزن هيتضايق كتير ويزيد في عناده، ايدي متكتفة ومش عارفة اعمل ايه. ردت جمانة وقالت لها اكيد تيا بتحرض يزن، هو ولد حساس كتير قادر يتجاوز كل حاجة، بس ما قدرش يتجاوز فكرة انفصالكم لحد النهاردة يا أسيل. اكيد هيجي، مش هيتحمل وجع امه. قالت لها انا هستناه هو اللي يجي لحد هنا. كيف دخل لتيا وبدأ يزعق معاها ويقول لها انت ازاي تتصرفي كده من دماغك ومن غير ما تقوليلي. قالت له ممكن نتكلم بهدوء. قال لها يزن زي ما محتاجني محتاج لأمه، الفترة دي صعبة عليه. قالت له أنا بحاول أساعد يزن بعد المشكلة اللي أمه وقعته فيها وأحرجته قدام أصحابه. قال لها أسيل ملهاش أي ذنب. قالت له أنت من إمتى كنت بتدافع عن أسيل؟ مش دي أسيل اللي ضحكت على ابنك وخدته منك بالخداع على أساس إنك كنت عاوز يزن يعيش معانا؟ إيه اللي حصل؟ قال لها أنا فعلا كنت عاوزه يعيش معانا بس مش بالشكل ده، لأن يزن في فترة صعبة ودي هتأثر على صحته. قالت له أنا بحاول أساعد يزن وأوفر له مكان مريح يبعد فيه عن التوتر وعن أسيل ومشاكلها. لها يزن في مشكلة كبيرة وحلها مش إنه يهرب منها، حلها إنه يواجه المشكلة. قالت له وهي أسيل هتتكلم معاه؟ بصراحة أسيل نصبت لي وليك فخ قبل كده وانت عارف انها ممكن تعمل ايه، فبلاش انك تدافع عنها تاني. مع سيف ومشي على طول من الأوضة وما كانش عاجبه كلامها. شاف ابنه يزن بيلاعب أخته زينة. وبعدين أسيل بتشكر نادين إنها جت ليها في وقت ما كانت متضايقة، ولما مشيت أسيل كانت بتبص للأكل اللي جهزته علشانهم، في الآخر مجوش. راحت لأوضة ابنها بدأت تبص على دولابه الفاضي وكانت زعلانة كتير. قعدت على السرير وهي بتعيط. أمل كانت في شغلها في الجمعية، جالها سامر قال لها أنا جيت علشان أعتذر لك. قالت له مين الست اللي جات لك المستشفى؟ قال لها دي ولا حاجة بالنسبة لي، وسابها ومشي. أم سامر قاعدة مع واحدة صديقتها، قالت لها أنا همشي. قالت لها لو تحب أجيب لك شغل، في واحدة صاحبتي شغالة عند مهندس معماري مشهور، ممكن أخليه يجيب لك شغل هناك. قالت لها أكون ممنونة ليكي كتير. وقررت إنها تكلم لها رنا، تكلم لها مدام نورة شغالة في الجمعية. أمينة بتحكي مع نادين بتقول لها إزاي يحصل كده،
ده كان عندي وبيقول إنه رايح على طول علشان يودي يزن. أكيد ده بتحريض من تيا. قالت لها أكيد دي خطة طبعا. أسيل مع الدكتور أيمن قال لها بتتكلمي مع يزن؟ قالت له لأ، لسه غضبان وزعلان مني. سيف بيقول لي يزن أمك أكيد زعلانة، بس هي اتصرفت كده علشان بتحبك، ليش تخليها تزعل؟ قال له لما انت خايف على زعل ماما ليه عملت كده من البداية؟ قال له احنا عشنا اللي احنا عشناه بينا احنا، لكن انا وهي بنحبك وبنتفق على مصلحتك. قال له امي كمان كانت بتحبك كتير. تنسوش تنزلوا تقولولي في التعليقات الشرطة كانت بتفتش في بيت سيف على ايه، ومذكرات هي اللي لقوها، مين المتورط في المشكلة دي. ولو عجبتكم أحداث الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب أو اشتراك في القناة لو مش مشتركين. شكرا على متابعتكم يا أغلى متابعين.